الراجل بالغلط كسر تحفة وهو بيوصل الطلبات، لكن بشكل غير متوقع حصل على قدره إنه يشوف من خلال الحاجات. شاف إن التحفة اللي اتكسرت كانت مزيفة، لكن صاحبها طلب منه يعوضه ب$80,000 دولار. الراجل قال إن صاحب المكان بيبيع حاجات مضروبة، فالناس كلها بدأت تتهم صاحب المحل. فجأة الراجل شاف تمثال ثمنه $500,000 دولار، قال إنه عايز يشتريه، فصاحب المحل قال له السعر 200,000. الراجل طلع موبايله وكان هيبلغ عنه إنه بيبيع حاجات مزيفة، فصاحب المحل وقفه بسرعة وقال له هيبيعه له ب$2000 دولار بس. الراجل وافق من غير تردد. بعدها راح لمحل تحف عشان يبيع التمثال. الموظف هناك افتكر إنه مزيف وكان خلاص هيكسره، لكن صاحبة المحل لحقتهم في آخر لحظة. لما شافت التمثال اكتشفت إنه أصلي، وعرضت عليه $800,000 دولار على طول. وفي الوقت ده بائع تاني جاب طبق يعرضه عليهم. صاحبة المحل بصت عليه وافتكرته أصلي وكانت هتدفع فيه $2,000,000 دولار. الراجل استخدم نظرته الخاصة واكتشف إنه مزيف، وقال إن حافة الطبق معمولها بشكل خشن ومسواش أكتر من $20 دولار. البائع اعترف فعلا إنه مزيف. ساعتها صاحبة المحل فهمت إن الراجل عنده قدره يفرق بين الحقيقي والمزيف، فعينته عندها براتب سنوي $500,000 دولار. بعد فترة طلبت منه يقيم تحفة تانية. الراجل استخدم نظرته الخاصة التاني واكتشف إن الكوباية كمان مزيفة، لكن الخبير قال إنها أصلية وتمنها على الأقل $1,000,000 دولار. الراجل أصر إنها مزيفة، فالخبير سأله يشرح ليه. الراجل لمح إن الكوباية هتفقد لونها. فعلا لما الخبير مسحها بلطف اللون اختفى فورا. انبهر بمهارة الراجل واقترح إنهم يتنافسوا في لعبة المراهنة على أحجار اليشم، واللي يخسر يبقى تلميذ للتاني. الراجل وافق. الراجل استخدم نظرته الخاصة وبص على الأحجار ولقى حجر جواه يشم قيمته $2,000,000 دولار. الخبير ضحك عليه وقال إن الحجر ده مستحيل يطلع فيه يشم. الخبير قطع الحجر بتاعه الأول وطلع فيه يشم ب$100,000 دولار. ولما فتحوا حجر الراجل كل الناس اتصدمت.